السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. احتشد الأهلاوية واحتشد محبو محمد الشناوي في سرادق العزاء اللي أقاموا في مدينة الحمول وتلقي العزاء في والده ألف رحمة ونور عليه. عدد كبير جدا من غير نجوم الأهلي والجهاز الفني ومسؤول النادي وأصدقاء محمد الشناوي، وكمان مختلف أعضاء اتحاد الكرة السابقين. شفنا الأستاذ جمال علام، شفنا المهندس أحمد مجاهد، لأنه هو كمان اللي مربي محمد الشناوي واللي محتضنه في نادي الحمول من طفولته، كان واقف بجنبه يتلقى العزاء. والحقيقة كل الناس أحاطت الشناوي برعايتهم ومواساتهم ليه. ربنا يصبره ويربط على قلبه ولأسرته خالص التعازي. حضر كمان محافظ كفر الشيخ، حضر قيادات المحافظة تقديرا لكابتن النادي الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر الكبير. الشناوي هياخد أجازة من التدريبات، يمكن يوم ولا يومين حسب ما الجهاز الفني قرر له، لكن أتوقع أنه هيرجع سريعا يتمرن عشان يكون في خدمة الفريق وربنا يصبره. النهارده كان فيه 3 ماتشات في الدوري. بتروجيت كسب وادي دجله 1-0، والجونه والمحله تعادلوا. اخر تعادل للمحله قبل ما يقابل الاهلي يوم 25 ان شاء الله تعالى في المحله. انما المباراه اللي كانت ممتعه اللي فاز فيها سيراميكا كيلوباترا على انبي 2-0. هدف رائع جدا لمايسترو الاهلي بقى عمرو السولية، لاعب الأهلي السابق الرائع المحترم، ليه كل التحية. كل الناس فرحت جدا لعمرو السولية للهدف اللي سجله بشوطة اتعود عليها وهو مع النادي الأهلي. أعتقد الهدف ده هيبدأ يكون بكورة أهداف عمرو السولية مع سيراميكا كيلوباترا، ويدعم صفوفه وعقبال كمان بقية لعيبة الأهلي المنتقلين إلى سيراميكا، سواء كريم الدبيس أو كمان كريم ندفد اللاعب اللي منتظر منه حاجات كتيرة مع فريق سيراميكا. كل التوفيق للكابتن علي ماهر وفرقته. بمناسبة اللعيبة وانتقالاتها يا جماعة، قضية بين عمر والأهلي والزمالك، ودي بالمصادفة اليومين دول. عمر الساعي لاعب الأهلي المعار إلى المصري، وعمر فرج لاعب الزمالك وهو فلسطيني، الزمالك عايز يخلص منه بأي شكل. عمر دول لازم يتوقف معاهم ويتوقف عندهم، لأنه الاتنين قصة كبيرة فيها دروس لازم إدارات الناديين وجماهير الناديين ياخدوا بالهم منها. خلينا في عمر الساعي المتألق مع الإسماعيلي، واللي كان هدف لعدد كتير من الأندية، راح النادي الأهلي جابه. النادي الأهلي دفع فيه للإسماعيلي قبل السنة الموسم اللي فات 50 مليون جنيه. طلع حد من الإسماعيلي قال لك اللاعب النادي الأهلي كارم الإسماعيلي ووجب مع الإسماعيلي ودفع زيادة عن سعر اللاعب إكراما للإسماعيلي أو مساعدة للإسماعيلي ونجمه الذهبي الكبير الكابتن علي أبو جريشة. الكلام ده عجب ناس وما عجبش ناس. الأهلي يعني قدر اللاعب وقدر موهبة اللاعب، لأنه ما بيبقشش وما بيقدمش إعانات مالية يعني، لكنه اللاعب كان يستاهل. إنما اللي خلى الناس تقول إنه ما يستاهلش إنه مارسيل كولر دخله التلاجة. فهنا ما بين طموحات كبيرة للاعب انت جايبه بمبلغ كبير يوازي $1,000,000، اتحط في التلاجة لدرجة انه بدأت الناس تستكتر عليه اي حاجة وتقول لك جايبينه مجاملة من الاسماعيلي وجايبينه عشان يجاملوا الاسماعيلي في الفلوس، واسهم اللاعب وقعت تحت الارض. هنا حاجتين: الرقم الأولاني أنت جايب اللاعب برؤية فنية لمسؤولين النادي والقيادة الفنية في النادي اللي شايفاه بشكل كويس، ترك الأمر كاملا للمدير الفني بدون مراجعة.
فدخلوا لك التلاجة بشكل كبير جدا، حتى لما اداله مرة ولعب رجع ما كملش معاه. الدرس الاولاني انا بحب دايما اقف عند الاخطاء اللي بتحصل عشان نستفيد منها، لانه مفيش تجربة بدون اخطاء، بس الخطأ الحقيقي ان انت ما تبصش على اخطائك وتصلحها، لان ده هيتكرر. الخطأ الحقيقي ان انت لما تجيب لاعب جايبه بناء على رؤية استراتيجية لمسؤول النادي، مش رؤية وقتية لمدرب ممكن يمشي. فقرار الاستقدام مش بتاع المدير الفني، رأيه يؤخذ بيه. انت عايز لاعب نص ملعب، مواصفاته ايه؟ عايز نمرة 6 ولا 8؟ عايز قدراته ايه؟ انت تقول لي المواصفات وانا اجيب اللاعب. اما اجيب اللاعب انا المفروض اتابع الراجل ده ما بيلعبش ليه، لانه ده اصل من اصول النادي. انا بتكلم على $1,000,000. الراجل ده ما بيلعبش ليه؟ لو عنده مشاكل قول لنا نحلها، لو هو عنده عدم تنفيذ حاجات قول لنا نتكلم معاه. لو انت رأيك في حاجة تانية، لا ده اصل من اصول النادي. وعلى فكرة في الاحتراف دلوقتي ما فيش حاجة اسمها سلطة مطلقة للمدرب، لانه هذه السلطة المطلقة خلاص هتعمل لك مشاكل كتيرة. انت مش هتتدخل في التشكيل والتغيير، لكن تتدخل في استخدام هذه العناصر واهمالها ليه. ما تتسابش لا للحب والكره ولا للرأي الشخصي. يعني لما لاعب يهمل تماما انا لازم اقف عند الحتة دي وما تتكررش مع غيره. رقم 2، الجمهور على سقف الطموحات والتوقعات. لما الراجل ما خدش اتشرك، راح المصري. الناس اللي كانت بتتكلم على انه فانيلة الاهلي تقيلة، فانيلة الاهلي تقيلة لانه فيها ضغوط جامدة، واللاعب اللي بيمثل الاهلي محتاج يكون حاجة كده عالية قوي، كلاس ايه يعني. انما لما راح المصري معار، رقم 1 بدأت الناس بعد 3 ماتشات للدوري الراجل خد اوقات قليلة. نبيل الكوكي المدرب التونسي للمصري عارف يستغله في اوقات قصيرة، ومع هذا للمباراة الثانية على التوالي يشارك في دقائق قليلة لكن مؤثرة جدا ويسجل اهداف رائعة. سواء الهدف اللي سجله لاتعادل به فرقته مع بيراميدز، او الهدف اللي قبل منه كمان سجل هدف اخر رائع جدا. فبدأت المسألة انه ده لاعب مؤثر جدا، في 3 ماتشات بيجيب هدفين رغم قصر الوقت اللي بيشاركه. بدأت الناس تسأل هو النادي الاهلي باعه ولا اعاره؟ وما كانتش المسألة واضحة عند الناس. هل الاهلي فعلا اعاره بثمن بخس ولا المسألة ايه؟ طلعت الناس اللي عايزة تتهم الاهلي تقول لك الاهلي اشتراه ب50 مليون وباعه ب5 مليون، وشفنا رضا عبد العال بيصوت ويقول لك ده اهدار، وده لو مش اهدار. ولا حد حتى في الاعلام ما حدش بيصحح معلومة، والزملاء المذيعين ما حدش بيقول له يا عم اهدى، ده اعارة مش بيع، ده 5 مليون اعارة مش بيع. لا، يتبني على الكلام كلام، وازاي الاهلي اهدر وازاي الاهلي ضيع فلوسه، فتكتشف انه الراجل طالع اعارة. طيب متألق مع المصري بشكل ملفت جدا. ليه؟ لانه بياخد فرصة وبيلعب ومدرب مقتنع بيه. اخد الدرس الثاني المهم، ان انا اعير اللاعب للمكان اللي ياخد فيه فرصة لعب، لانه اكم من لاعبين اعرناهم لانديه ما بياخدوش فرص ومحدش بيتابعهم ولا حد بيشوف احوالهم ولا بيحل مشاكلهم ولا بيساعدهم ولا بيدعمهم. فبتكون النتيجه انه اللاعب بالذات الشباب اللي بيبقوا طالعين فوق السن بيهملوا مساكين وبيضيعوا وما بيرجعوش. وممكن لو في وقت اعدد لكم كتير قوي من الموهوبين اللي طلعوا اعارات وما رجعوش وما تشافوش فين تاني، حصلتهم انكسار، حصل نوع من الانكسار ليهم. فهنا الدرس الثاني، اودي اللاعب اعاره للمكان اللي اضمن فيه انه طريقه اللعب محتاجاه وانه هياخد فرص للعب، وتابعه ودعمه وشجعه واسترده. ده الشكل النموذجي للاعاره. وكويس قوي انه عمر الساعي اعاره، لانه يرجع يدعم لك خط الوسط بشكل قوي كمان. مزيد من الثقه، مزيد من الدعم، تخلي لعيبتك كويسه قوي. عمر الساعي جمهور بورسعيد مدلعه، يخلينا ابص على جمهورنا يا جماعه الحنيه شويه والرحمه باللعيبه.
مفيش حد هيبقى عالي قوي مرة واحدة. والاخوة المدربين، مفيش مدرب هيبدأ، مفيش لاعب هيبدأ جاي لفرقة جديدة هتنتظر منه 9/10. لو بدأ معاك من 5 و6/10 كمل معاه هيعلى. الكورة بيفرق فيها الثقة. اللاعب على فكرة 70-80% من لاعيبة مصر قريبين من بعض وشبه بعض. اللي بتفرق فروق فردية في حتة الثقة والدعم والشخصية. فانت جمهورنا يبقى حنين شوية على لاعيبته ويكمل مع اللعيب اللي بيغلط، لانه هيصلح ويصحح ويكمل. فعمر الساعي والاهلي تجربة مهمة جدا فيها دروس كتيرة كلمت حضراتكم عليه. عمر الزمالك بقى قضية تانية. سبتمبر اللي فات، السنة اللي فاتت 2024، الزمالك بشر جماهيره انه جاب لاعب ما حصلش. عمر فرج الفلسطيني جايبه من نادي ايك السويدي. وطبعا الاهلي جاب وسام ابو علي. يبقى احنا الوصفه اليومين دول الفلسطينيين. خدوا بالكم حاجه، لاحظوا كده هتلاقوا كل سكه الاهلي بيمشي فيها الزمالك هيجري يمشي فيها اوتوماتيكلي كده بشكل غير ارادي. حتى هتروح تجيب مدرب برتغالي لاول مره مانويل جوزيه وينجح، هيروح هو يجيب برتغالي. اللي انت هتعمله هيمشي وراك ظنا ان دي الوصفه. ماشي، جاب الاهلي وسام ابو علي. جير الزمالك جاب عمر فرج. طلع الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره الزمالك قال لجماهيره احنا جايبين كواليتي لاعب ما حصلش في مصر. والله احنا جايبين جوده لاعب، نوعيه لاعب ما حصلتش في مصر. فالناس رفعت سقف طموحاتها للسماء. فجأة انت جايب بقى سبع البرومبا. واذا بعمر فرج ما يشاركش، ما ياخدش الا فترات على استحياء ويهمل. وبعد ما انت جايبه بكام؟ $1,100,000. $1,000,000 و100,000، يعني كمان دافع فيه مبلغ كبير للنادي السويدي. بس انت ما لحقتش اللاعب اللي انت قلت ده هيكسر الدنيا. التصريح ده في حد ذاته رفع سقف الطموحات جدا، فخلى الناس تنتظر ان هي هتشوف بيليه تاني. كلام بقول لكم، المسؤولين لما يجيبوا لاعب جديد الرحمة شوية بمشاعر الناس وأحلامهم، لأنك فجأة بتضرب في السقف جامد قوي، ولما الناس تكتشف إنه ده ولا حاجة هتعمل إحباط للاعب وللصفقة وللجماهير. النهاردة وأنا بكلمكم الزمالك بيبحث عن طريقة للخلاص من عمر فرج. أي حد ياخده وهيبيعه بثمن بخس. ليه؟ لأنه لا حد قال إنه هو خد فرصة ولا حد سابه ياخد فرصة. والفترات القصيرة اللي خده والثقة هربانة منه والناس مقيماه غلط لأنه كانت فاهمة فيه حاجة كبيرة قوي، اكتشفت إنه لا، اتضحك عليهم. ممكن اللاعب يكون كويس بس انت اللي افورت قوي، وانت اللي بلغت جدا، وانت اللي قدمته على انه حاجة ما حصلتش. كانت النتيجة النهاردة $1,100,000 طاروا في الهواء، وفرصة اللاعب طارت في الهواء وعايز تخلص منه. وانت اللي قلت جايب لكم حاجة ما حصلتش. ده فعلا ما حصلتش. شكرا لكم.